السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحب أرحب بيكم. احنا النهارده طبعا عايزين نتكلم. هو انا كنت بتكلم الاسبوع اللي فات في الماسونيه والصهيونيه والحاجات اللي هي المهلبيه اللي الناس عماله تعمل عليها غرف ديت، واتضح لنا ان الناس ديت فيها ناس ضباط مخابرات زي الاستاذ خالد عيسى. واظن امبارح كان يمكن في ناس منكم حاضرين في غرفه الاستاذ سامح العاطفي وشاف الاخوه اللي هم بيدافعوا عن خالد عيسى. وانا كنت الاول بعتبرهم ان هم ناس سذج، لكن انا دلوقتي اعتبر من امبارح او من قبل كده كمان بعتبر اي حد هيدافع عن خالد عيسى فهو تابع ليه وفي نفس الشله دي او الفريق ده اللي داخل علينا في الكلاب هاوس علشان يدلس ويضحك علينا. النهارده موضوعنا احنا هنتكلم في موضوع سد النهضه. طبعا الاخوه اللي موجودين في منهم ناس تبع خالد عيسى، طب تبلغوا الكلام ده يا جماعه عشان يبقى النهارده يتكلم على اللي احنا هنتكلم فيه ده النهارده، يبقى يتكلم فيه في غرفته زي ما انتوا كده امبارح عملتوا له غرفه امبارح بالليل وبتستدعوه في اي وقت بنجيبوا سيرته. طيب النهارده احنا هنتكلم على موضوع سد الخراب اللي هو بيسموه لاسبين سد النهضه، والتسميه دي اللي سماها هو الاستاذ حمدين صباحي لما راح هناك في 2013 نكايه في المشروع بتاع الاخوان المسلمين اللي هو مشروع النهضه. هو سمى المشروع بتاعهم السد، كانوا هم مسمينه سد الالفيه الاثيوبيين، وهو غيره لسد النهضه، يعني نكايه في مشروع ايه؟ مشروع النهضه اللي كانوا عايزين يعملوه الاخوان المسلمين في مصر. فده كده مبدئيا يعني ال الكلام. انا عايز اجي في حد هيجي متخصص، في 2 متخصصين هيجوا في الموضوع ده، منهم الاستاذ ممدوح حمزه الاخ او الباشمهندس يعني ممدوح حمزه، والاخ الثاني احنا مش هو اسمه هيبقى مو. فهو ارجو ان انت لو موجود بقى يعني ايه ارفع ايديك يا استاذ مو عشان اطلعك فوق. هيبقوا هما الاثنين هيتكلموا في موضوع السد، وهما الاثنين ناس متخصصين، والاستاذ مو يعني هينزل كمان كتاب قريب ان شاء الله. فهما الاثنين هيتكلموا في موضوع السد. انا بقى عايز اتكلم في حاجه ليها علاقه بالسد بس برضو ليها علاقه بالاخوه اللي هم الامنجيه دول والصحبه اللي معاهم، وهو موضوع اللي بيتكلموا فيه اللي هو سفر أشعية، وانه الموضوع ايه ليه بعد ديني وتنبؤات وموضوع له علاقه بقى باسرائيل والصهيونيه والماسونيه والمهلبيه وكل الحاجات اللي احنا ايه بقى لنا اسبوع كده قاعدين بنفنط فيها. الموضوع عباره عن ايه بقى؟ بيقول لك ان الاصحاح 19 من سفر أشعية بيتكلم على السد، او مش بيتكلم على السد، بيتكلم على الخراب اللي جاي لمصر. وده يا جماعه يعني ايه، خدوا بالكم بقى الموضوع بقى كده مذكور وليه اهو كلام من الكتاب المقدس او المكدس، تمام، مع احترامي طبعا لاي حد يتبع عقيده اخرى، لكن الكتاب معروف علميا وكل العلماء بما فيه علماء بتوع الكتاب المقدس نفسه اثبتوا انه حصل فيه تحريف كتير جدا، ودي كتب محرفه سواء عهد قديم او عهد جديد. وحتى اصلا بيبان من العنوان بتاعه بتلاقي مثلا ايه ذا بايبل according to نسبه الى، تمام، او حسب رؤيه فلان. فانت عندك الاناجيل الاربعه وعندك الاناجيل اللي مش معترف بيها، ده انا بتكلم على الانجيل اللي هو العهد الجديد. لكن الكتاب المقدس كله بقى تعالى بقى خش على العهد القديم وهتشوف ان في اناجيل بتختار منه شويه اصفار، وفي يقول لك لا هم 44 صفر، في يقول لك لا هم مش عارف كام، وبعدين في حاجات كتيره مكتوبه. انما في يهود ذات نفسهم ما بيؤمنوش غير بالخمس اصفار الاولى بس، ومنهم اليهود اللي هم القرائيين اللي كانوا او القرائيين اللي كانوا موجودين عندنا في مصر، ما يؤمنوش غير بخمس اصفار هم اللي نزلوا على سيدنا موسى. وكلامهم منطقي لانه بيقول لك ايه ومات هنا موسى ومش عارف ايه وخلاص انتهت القصه، هو اتدفن مش عارف فوق ايه الحته فين طيب اللي كمل بعد كده مين؟ دي ناس بقى كتبه ومش الكلام ده، وربنا بيقول عليهم في القرآن ايه؟ فويل لهم فويل لهم وويل لما كتبت ايديهم، تمام؟ ما معنى الايه؟ انا اسف يعني لو كنت غلطت فيها. ففي حديث لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني انه جه لقى سيدنا عمر معاه بعض اوراق التوراه يعني وبيقرا فيها، فقال له انت يا عمر يعني انت بتطلب، يعني رضي الله عنه يعني بيقول له ما معناه، بيقول له انت بتطلب هدايه من كتاب تاني؟ ده انا جينا بالعقيده دي بيضاء. فبيقول له انا بس كنت عاوز اتزود من عنده. قال له لا ما تتزودش، تمام، فانت حقتك الاسلام والقران يجب بما قبله، وهذه الكتب كتب محرفه، فبالتالي اي حد هيجي يقول لنا الاصحاح 19 الاصحاح 14 الاصحاح مش عارف ايه نعرف ان هو ايه بيدلس علينا وبيدخل لنا اوهام. لكن انا بقى هتكلم معاهم في حكايه الاصحاح ده وهبين لكم ان هم بيتكلموا على حاجه هم اصلا مش فاهمين فيها. مين النبي أشعية اللي نزل عليه سفر أشعية ده؟ هنتكلم عليه هو اساسا يعني، تمام. النبي أشعية دوت هو عاش في الفتره اللي هي بتاعت القرن الثامن قبل الميلاد، تمام.
يعني 800 سنه قبل المسيح، يعني من 2800 سنه الراجل ده كان موجود. تمام. هو اسمه أشعياء بمعنى الرب يخلص، يعني ده معنى الاسم بتاعه. تمام. وكان عنده زوجته كانوا يسموها النبية، يعني زوجته ذات نفسها برضو مسمينها النبية، وفي يعني مفسرين او كده بيقولوا ان هي عشان هو نبي، وفي بيقولوا لا ده هي كتبت معاه النبوءات دي. تمام. اللي هي بتتقال لي. تمام. طيب هو كان عايش في الفترة دي، والفترة دي حصلت فيها أحداث كتيرة جدا وحاجات يعني إيه ليها علاقة بأحداث سياسية والكلام دوت وكده. وكانت طبعا اسرائيل اياميها اتقسمت، يعني هم كانوا اسسوا بقى دوله اسرائيل، مملكه اسرائيل دي، وبعدين مملكه اسرائيل انقسمت بقت اتنين، بقى في مملكه جنوبيه وبقت في اللي هي يهوذا وفي اسرائيل، والاثنين بقوا يعني ايه ضد بعض، ودي تحالفت مع حد ضد حد وكده. وبعدين جم الاشوريين ايه احتلوهم. فهو في الفتره دي كان هو حضر هو كام ملك من الملوك، هي دي كان بيسموها فتره الملوك. تمام. انتوا عارفين يعني الاول كان ايه، كان الحكم لله، وان يبقى في فتره ايه ان هو الانبياء هم اللي بيجوا بالوحي. بعد كده لما جه النبي ليهم قالوا له ايه يعني عين واحد مننا يبقى ملك، يعني يبقوا زي بقيه الامم علينا ملك هو اللي بيقودنا، وهو ايه اللي بيطلع بينا الحروب والكلام ده وكده. وجي عارفين انتوا حكايه طالوت وجالوت والقصه دي. ومن بعديها بقى بدأ ايه عصر اسمه عصر الملوك. تمام. كان في عصر القضاء اللي هم الانبياء يبقى في منهم قضاة ويقضوا بين الناس، بعدين هم قالوا لا احنا عايزين نبقوا زي الدول الثانيه وعندنا ملك والكلام ده، فبقت في عصر الملوك. وعصر الملوك ده بيبدأ بقى يبقى في سيدنا داوود وبعده سيدنا سليمان وكده، وبعدين بقى بيحصل الانفصال والمملكتين ايه بينقسموا. فهو عاش بقى في الفترة بتاعت ايه الملوك اللي هم بتوع يهوذا. هو عصر يعني حوالي 4 ملوك. تمام. عزيا ويثام وأحاز وحزقيال. تمام. او حزقيا اسمه. ودول ال4 ملوك اللي هو يعتبر عصرهم، يعني هو عاش فتره طويله. في بيقولوا عاش قعد في الفتره دي حوالي 68 سنه او حاجه زي كده، وكان ساعتها بيكتب نبوءات. النبوءات دي انت لما تيجي تبص وتحلل الاحداث السياسيه كلها هتلاقيها كلها ليها علاقه بالاحداث السياسيه دي. احنا هنروحوا طبعا لما تجيب سفر اشعياء ده هتبدا تقراه من بدايته، هتلاقي كله هو توثيق سياسي للي بيحصل اصلا. تمام. مش اللي هيحصل اللي هو حد يجي يقول لي في 2021 ده اللي هيحصل لمصر. فانا هجيب لكم الاصحاح ال19، انا مش هقراه، انا هجيبه بصوت الاستاذ عادل نصحي. عادل نصحي ده هو اللي قاري، هو اللي عمل التسجيل الصوتي للكتاب المقدس، وهو قراءته كويسه وتتفهم يعني. فانا هشغل لكم الصفر كده عشان بس تسمعوه وايه وتعرفوا هو بيتكلم على ايه، وبعد كده هشرح لكم الحاجات اللي فيه ديت. الأصحاح 19. وحي من جهة مصر. هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر داخلها. وأهيج مصريين على مصريين، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. وتهراق روح مصر داخلها، وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين. وأغلق على المصريين في يد مولى قاسم، فيتسلط عليهم ملك عزيز، يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والرياض على النيل، على حافة النيل. وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون. والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون. ويخزى الذين يعملون الكتان الممشطة، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء، وتكون عمدها مسحوقة، وكل العاملين بالأجرة مكتئب النفس. إن رؤساء صوعن أغبياء، حكماء مشير فرعون مشورتهم بهيمية. كيف تقولون لفرعون أنا ابن حكماء، ابن ملوك قدماء؟ فأين هم حكماؤك فليخبروك؟
ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر. رؤساء صوعنة صاروا أغبياء، رؤساء نوفا خدعوا، وأضل مصر وجوه أصباطها. مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها، كترنح السكران في قيئه. فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أسلة. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء، فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها. وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. في ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان، وتحلف لرب الجنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا ويوفون به. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر، والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع الأشوريين. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور، بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر، وعمل يدي أشور، وميراثي إسرائيل. بس هو كده خلص الإصحاح 19. وطبعا هما بيستشهدوا بكل الكلام ده إنه ماشي مع اللي بيحصل في مصر. طبعا زي ما انتوا اخدتوا بالكم، انا اجيب بس الاصحاح كده مكتوب قدام مني عشان يبقى واضح بيتكلم في ايه. الاصحاح اول ما بيبدا طبعا هو من بدايته بقى ان الرب جاي راكب سحابه ونزل على مصر. تمام. الرب دي هنا طبعا هو اللي بيقراها كده يقول ايه، ده الرب ده هو الاله بقى جاي ونازل. طبعا تعالى الله عما يقولون. وفي الاسلام احنا عندنا ايه، ليس كمثله شيئا، فما ينفعش ان انت تيجي تقول ان ربنا كان راكب سحابه وجاي ونازل والكلام ده. فانت بدايه كده انت بتنحرف بمجرد ما انت هتبتدي تؤمن بايه، بالنبوءه والكلام الفارغ ده. يعني من اول كلمه كده ده حقيقته بالنسبه لك اكس. تمام. فبيقول بقى ان هو ايه، فترتجف اوثان مصر من وجهي، ويذوب قلب مصر داخلها، واهيج المصريين على المصريين، فيحارب كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه، مدينه مدينه ومملكه مملكه. اللي هو يعني ايه، قذافي زنجه زنجه. الرب دي على فكره ممكن بقى عندهم تبقى الرب دي ممكن بمعنى ان هو الملك بتاعهم، ان هو جه والكلام دوت وكده. طب جه وارتجفت الاوثان في مصر ومش عارف ايه، وبعد كده هيج المصريين على بعض وحصل صراع والناس بقت كل واحد بقى بيحارب اخوه، كل واحد بيحارب صاحبه. طيب القصه دي ايه بقى؟ القصه دي اساسا ان هو اياميها كانت مملكه يهوذا ديت في مملكه تانية اسمها مملكه الاشوريين، ومملكه الاشوريين ابتدت تتحرش بمملكه يهوذا. تمام. وكان مملكه يهوذا في الوقت ده كان عليها الملك اللي اسمه احاز، ده اللي حكيت عليه، وهو كان موجود في وقت اشعياء. تمام. وملك الاشوريين كان اسمه سنحريب. تمام. فالملك بتاع يهوذا راح، اللي هو احاز ده اليهودي اللي احنا قلنا عليه، راح قرر انه يتحالف مع ملك مصر. الكلام ده موجود فين؟ ده موجود في سفر اشعياء نفسه في الاصحاح ال30. يعني بس عشان ابين لكم ان هي الناس دي اصلا لا بتدور ولا بتبحث، هي بس ايه، في رساله اعلاميه واحده جايه من تليفون سامسونج، فعمرو اديب يتكلم فيها وده يتكلم فيها، وشويه ايه الضباط المخابرات اللي موجودين معانا على كلوب هاوس يقولوها، وبعد منه بقى الناس ايه تقعد تردد نفس الكلام.
طيب ايه حكايه مصر دي؟ يعني ايه حكايه العلاقه دي؟ شوفوا بقى الكلام المكتوب فيها غريب ازاي. بيقول لك في الاصحاح ال 30، انا بس اقلب للاصحاح ال 30 هجيبه دلوقتي. في مقدمته هتشوف ان في حصل نوع من التحالف دوت، وانه مش بس تحالف، لا ده في ناس من اليهود راحوا لمصر وايه، وراحوا عاشوا فيها، نقلوا فيها. فالاصحاح ال 30 اول ما بيبدا بيقول ايه؟ ويل لبنين، ويل لبنين المتمردين، يقول الرب، بين قوسين يقول الرب، حتى انهم يجرون ورائي وليس مني، ويسكبون سكيبا وليس بروحي، ليزدادوا خطيئه على خطيئه. الذين يذهبون لينزلوا الى مصر ولم يسمعوا ولم يسالوا فمي، يعني ما اخذوش منه الامر، يعني تمام، ليلتجوا الى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر، فيصير لكم حصن فرعون خجلا، والاحتماء بظل مصر خزيا، لان رؤوسه صاروا في صواع، وبلغ رسله الى حنيس. تمام. فيعني هنا بقى بيبتدي يخش بقى ايه في الحكايه ديت، ان هم ازاي ان هم اتنقلوا مصر والكلام دوت وكده. تقريبا دول كانهم جم زي لاجئين او حاجه، لان اللي حصل بعد ما المملكه بتاعت يهوذا تحالفت مع مملكه مصر، او ملك يهوذا اللي هو احاز ده تحالف مع ملك مصر اياميها. فجي مملكه الاشوريين، سنحريب القائد بتاعهم ده، الملك بتاعهم، جهز جيش قوي جدا ودخل على مملكه يهوذا في سنه 701 قبل الميلاد، ودخل اجتاحها يعني. تمام. فلما دخل اجتاحها طبعا في ناس راحت هربت، ما رضتش تواجه والكلام ده، وراحوا على مصر. تمام. لان هو كان عامل تحالف مع مصر زي ما قلت، وطبقا لسفر اشعياء ده. تمام. طيب بعدين يقول ايه مثلا في الاصحاح ال 30 ده برضو، مثلا في الايه 7 دي، فان مصر تعين باطلا وعبثا، لذلك دعوتها رهب الجلوس. تعال الآن أكتب هذا عندهم على لوح ويرسمه في سفر، ليكون لزمن آت للأبد إلى الدهور. يعني هنا بيقول له اللي في مصر، الناس اللي راحت في مصر ديت، هي مش رايحه عشان بتهرب بقى من المقاومه وراحوا هناك يعملوا مثلا ايه، يعني هيعملوا معارضه كده زي ما احنا مثلا عاملين معارضه في الخارج وكده. لا، دول هيروحوا وهيقعدوا كده ايه، يعني يهجصوا في مصر. تمام. والكلام كله هيبقى كلام باطل. فتعالى اكتب اللي عندهم على لوح او ارسمه في سفر، يعني اكتب السفر دوت وايه، ليكون لزمن آت للأبد إلى الدهور. يعني إيه؟ عشان الكلام ده يتخلد، الأحداث اللي حصلت دي تتخلد للي جاي. تمام. مش هو بقى بيتنبأ للي جاي. وبعدين يقول لأنه شعب متمرد، أولاد كذبة، أولاد لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب، الذين يقولون للرائين لا تروا، وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات، كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات. طبعا الكلام يعني ايه، انتوا عارفين الصيغ بتاعتهم عشان مترجمه من لغه، فلغايه ما توصل لنا في العربي يبقى الكلام كده شكله ايه، ركيك قوي. تمام. لكن لو انت دققت فيها هتفهمه. يعني هو بيقولوا يعني اللي بيقولوا للي بيشوفوا، اللي شايفين الحقيقه، لا تروا زي اللي عندنا دلوقتي، وللناظرين لا تنظروا، ما تبصوش للحاجات الايه، الخط المستقيم، هي لا تنظروا لنا مستقيمات، يعني ما تبصوش لخطنا السليم ده. كلمونا بالنعمات، اشتغلونا بقى واعملوا غرف بقى زي بتاعت ضابط المخابرات ده، واقعدوا يقولوا للناس مسيح الدجال وكذا وكذا وكذا، والسيسي ده عمل شيطاني، عشان ايه؟ يقلل من همتك ويشتت اي مجهود ناس عايزه تتحرك. انظروا مخادعات دي، يعني بصوا للمخادعين دول واتبعوهم. فيعني هو اصلا السفر الاشعري ده كله هو شاهد عليهم اساسا، واحداث زي ما قلت هي احداث تاريخيه مش اكتر. طيب هو اشعياء هل هو كتب فعلا كل الحاجات دي؟ علماء العلماء بتوع التوراه نفسها، او كل الاكاديميين اللي بيكتبوا في الموضوع دوت، وممكن ابقى احط لكم يعني مع الفيديو ابقى احط لكم المصادر اللي تقدروا ترجعوا لها، قالوا ان سفر اشعياء ده مش مكتوب، مش واحد بس اللي كتبه، ده كذا واحد كتبه. هو كتب حاجه منه، او هو تكلم في حاجه، وهو ممكن احتمال فعلا يكون نبي من انبياء بني اسرائيل، لان الدليل ان هو كان عنده مجموعه كبيره قوي من التلاميذ. اشهر تلميذ فيهم هو كان اللي اسمه ميخا، اللي هو برضه كان عندهم بيبقى نبي يعني ميخا ده. تمام. وميخا دوت عاش في الفتره اللي هي ما بين 696 لغايه 637، وكان في مملكه يهوذا لما حصل الهجوم ده عليها والكلام ده وكده. وعصر الانبياء اشعياء وعاموس هوشع اللي هو هوشع ذنون، يعني اللي هو الاساسي يعني. فهو الراجل لا، هوشع غير يوشع، هوشع ده واحد تاني. تمام. فعصر الانبياء دول، وكمان يعني تعلم منهم. فهو
ميخا ده اللي بيكتب بعد كده النبوءه اللي بتقول ان اورشليم هتسقط في يد البابليين في 587 قبل الميلاد، وده فعلا حصل، وده هيكون عقاب ليهم لبني اسرائيل لتركهم عباده الله، وان هم بداوا يعبدوا اصنام، وان هم يدخلوا تحريفات في الدين بتاعهم وكده. وكمان هو اللي تنبأ بمجيء السيد المسيح وحدد ولادته انها هتكون في بيت لحم. تمام. لذلك ميخا ده يعتبر هو بالنسبه للثلاث اديان حتى في الاسلام، حتى لو هو ملوش ذكر يعني واضح في القران باسمه، لكن بتلاقيه هيبقى مذكور في حاجه ان هو يعني ايه من الانبياء اللي كانوا بينصحوا بني اسرائيل. استاذه نوره انا اسف انا مش هطلع حضرتك لان حضرتك معلش انا اسف يا جماعه، يا بس استاذه نوره عايزه تطلع. حضرتك طبعا تبع جماعه سفر اشعياء، وهتقعدي تفسري لنا بالطريقه بتاعتك اللي انت سامعاها من خالد عيسى، وانا بعمل الغرفه دي مخصوص عشان اقول الراجل ده ضابط مخابرات والكلام ده كلام هجس، والكلام ده بيأسس بيه لحكايه ان المصريين يكبروا دماغهم، وان احنا نستمع الى اصفار من اديان تانية. يعني انت حتى اصلا بتشتت الناس في دينهم، مش بس في مشروع ثوري ولا في معارضه للسيسي او كده. فمعلش حضرتك مش هتطلعي، انا اسف يعني، ها، فعشان بس تريحي نفسك عشان ما تقدريش تعملي ايه هاند رايسنج. تمام. طيب فده بالنسبه للسفر اشعياء. سفر اشعياء لو سمعته كله من بدايته زي ما قلت لنهايته، هتلاقي هو تاريخ لاحداث تاريخيه بتحصل في التوقيت دوت، اللي هو التوقيت اللي عاش فيه النبي اشعياء وباقي الانبياء او الناس اللي جت ورا منه وكتبت، وفي ناس دخلت زورت بقى، اللي هو زي ما ربنا بيقول عليهم ايه، ان هم كانوا كتبه وبيحرفوا الكتاب، فويل لهم مما كتبت ايديهم. تمام. فالناس دي هي اضافت احداث عشان ايه، يعني حتى الاحداث دي عشان كده تبص تلاقيهم يعني كأن اللي كاتب ده كان واحد من اللي هم موجودين في مملكه يهوذا، وتقبل الاحتلال الاشوري اللي حصل عليه، فعشان كده بيصبوا غضبه على المصريين ومصر ان هي عشان تحالفت مع مملكه ايه يهوذا. تمام. وساعدت الناس زيد ان هي تيجي مصر وكده. فهتلاقي كل بقى اللعنات ديت موجوده، بس في نفس الوقت حاجه غريبه جدا لو انتوا خدتوا بالكم في اخر السفر ده هو بيقول ايه. يعني بعد ما بيسب مصر وكل حاجه هتلاقوا، بصوا انا هرجع سنه صغيره عشان تسمعوها بصوت عادل نصحي وهو ذات نفسه. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. في شوفوا اللي جاي ذلك ده بقى. اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع الأشوريين. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور، بركة في الأرض بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراث إسرائيل. شوفوا بقى الكلام اللي بيتقال هنا ده بقى خطير جدا، انه بعد ما مصر بعد يعني منه، بما ان يهوذا عملت تحالف مع مصر، وجه الاشوريين احتلوا يهوذا. تمام. فسيطروا عليها، ففي ناس هربت، فاللي هربوا دول طبعا اتشتموا بقى في الاصحاح ال 30 هتلاقيهم اتشتموا ان هم جبناء وان هم كذا وكذا وكذا. فبيجي يحصل معاهده ما بين الاشوريين ومصر، ومصر الاشوريين يجوا على مصر، يعني يحصل بقى زيارات مثلا سياسيه ولا حاجه زي كده، والمصريين بيزوروا اشور على فكره، يعني هي مملكه اشور دي كانت في نقوله في الشام، يعني مثلا في سوريا والحتت دي. تمام. فانت بتبص بتلاقي ايه، بتلاقي انه بتيجي جمله هنا غريبه جدا، انه يجي يقول لك ايه، يقول لك ويعبد المصريون مع الاشوريين. يعني الاثنين الديانات بينهم توحدت، ليه ديانات ايه اصلا، ديانات وثنيه. تمام. وبعدين يقول لك ايه، ولذلك هيكون لاسرائيل ثلث لمصر ولاشور، بركه الارض وبها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميراث اسرائيل. ده بقى مبارك شعبي مصر. في حتى ناس احنا عندنا يجي يقول لك ايه، ياخدوا لك الايه الحته دي من الايه المجتزئه ديت، ويقول لك شوف ده بيقصدوا بيها المسلمين والمسيحيين، وفي ناس اللي هم بتوع الوحده الوطنيه بيستخدموا الجمله دي مبارك شعبي مصر، يعني ايه الشعب المسيحي والشعب المسلم في مصر. طبعا الموضوع ولا ليه علاقه بالمسيحيه ولا المسلمين ولا كانوا ظهروا اصلا، ده الموضوع مبارك شعبي مصر. تمام. بيتكلم على المصريين اللي موجودين واليهود اللي جم في وسطيهم. تمام. لان هم دول ايه، ميراثي اسرائيل، دول اللي اخدين ميراث مملكه اسرائيل اللي هي اتقسمت بقت في مملكه اسرائيل وفي مملكه ايه يهوذا، فهو الموضوع كله تصفيه ليهوذا دي.
تمام. وعمل يدي اشور، انه الايه العمل اللي عملته اشور ان هي اجتاحت مملكه يهوذا، وانها بعد ما اجتاحتها واحتلتها عملت علاقه صلح مع مصر، فمصر باعوا المعارضه، يعني حاجه كده. يعني تخيل مثلا لو نقولوا ايه تركيا مثلا، تمام، حصل معاهده كده ومش عارف ايه، وبعد كده بقى اجهزوا على الناس، ففضلوا مين بقى؟ فضلوا الامنجيه والمعرضين، فالمعرضين دول هم اللي بقوا مبروكين. تمام. فدي القصه بتاعت السفر. السفر واضح جدا 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 ان هو بيتكلم على احداث تاريخيه مر عليها 2750 سنه ولا 2800 سنه. فيجي واحد يستهبل الناس والناس تطلع تردد نفس الكلام. وعلى فكره انا مش بتكلم دلوقتي، يعني لما بدات اعمل الغرف على خالد بتاع ده، خالد زفت ده، لا، ده من بدري. كان في واحده اللي كانت عايزه ترفع ايديها دلوقتي تطلع تتكلم. بقينا كل ما بنكون بنتكلم في موضوع في غرفه بهجه تطلع تروح جايه داخله قايله لك المسيح الدجال وصفر اشعيه وخلاص بقى، يعني كأن ان هي قاريه الكتاب المقدس دوت، العهد القديم والعهد الجديد، وهي طبعا ولا قاريه ولا فاهمه ولا صوتها بيدل على الحاجات دي خالص. تمام. وطبعا في ناس كشفتها بعد كده، والناس موجوده وهي عارفه الكلام ده، كشفت. تمام. فبس انا كنت بتكلم على السفر دوت، شرحته لكم وسمعته لكم بنفسكم عشان تسمعوه من حد قاريه. استاذ عادل نصحي، ادخلوا اكتبوا سفر اشعياء كاملا مسموعا ومقروءا على اليوتيوب، هتسمعوا السفر كله، واسمعوا كله احداث تاريخيه ملهاش دعوه بالواقع. ان حد يقعد يعيشكم في بنج وانتوا عندكم اصلا ميه النيل بتضيع ومصر بتضيع اصلا، وشويه حراميه قذرين ماسكين الحكم، ويطلع واحد يقول لك لا خلي بالكم هو عمل شيطاني على فكره وهو هيقع بس الرب هو اللي هيشيله. ايه يا عم ده؟ انت جاي من العهد القديم تقول لنا الرب هيشيله؟ رب مين اللي هيشيله يا حبيبي؟ امالك انت لازمتك ايه؟ معارضه ازاي انت؟ وهو راجل لا معارضه ولا بطيخ، ما بيجيبش سيره اي حاجه ليها علاقه بالحركه. للعلم بقى، اول امبارح الغرفه بتاعت اول امبارح انا وصلني تسجيلها، وفي تسجيلها ده كان بيتمسخر على المعارضه، وانا مش بتكلم عن المعارضه على الغرفه بتاعت سامح العاطفي او الاستاذ سامح العاطفي وايات، وانا مختلف مع ايات دي موضوعا وكل حاجه يعني. تبقى ايه؟ مش على موضوع ده، انما على بيتكلم على حتى المعارضه، بيقول لا ما الناس دي قاعده بتتسلى ومش، وهم يقولوا له اه والكلام ده وكده. كنت في الاسبوع اللي فات لما اتكلمت على محمود ابو زيد، انا قلت محمود ابو زيد يعني هو شكله الراجل ايه يعني، جاهل بيقرا كتب صفراء من الاخر يعني، لان اللخبطه اللي بيعملها دي ما بيعملهاش غير واحد بقى مخه تعبان. بس لا يا جماعه الموضوع ده كبير. ومحمود ابو زيد ده كان برضك موجود في الغرفه مع خالد، وقال لخالد يا سياده العميد، هو بيكلمه سياده العميد وفي سياده العقيد الثاني، وكلهم قاعدين ايه شويه قعده بشوات، وعندهم حوالين منهم الشماشرجيه بتوعهم اللي دخلوا يغلطوا فيا امبارح، تمام، او عايزين يعني ايه يدافعوا عنه امبارح ويقول لك ما عرفناش عنه غير كل خير. كون ان انت بتقول الكلمه دي معناها ان انت واحد جاهل ما تعرفش ده مين، فانت حقيقتك تقعد تسمع، ولما حد يقول لك ده ظابط وقاعد في فيلا في تركيا ومربي له شويه فراخ كده وروح دور عليه، تمام، تبقى بقى ايه تروح تدور ورا الكلام ده. ما تجيش تقنعني انا بعد ما انا قعدت ادور واسال ناس وجات لي كل المعلومات عنه، ما تجيش تقعد تسالني. وخالد بيه انا بعرفك، انا عرفت قصتك من ايام الكافيه بتاع شارع جامعه الدول العربيه، ومش هتكلم فيها، وانت كده هتبقى عارف انا بتكلم على ايه. انا عارف هو لو موجود هو مش موجود هيوصلوا الكلام، بس من ايام الكافيه بتاع شارع جامعه الدول العربيه واللي كان بيحصل فيه. تمام. فبس يعني عشان ايه تختفي خالص بقى. تمام. احنا ان شاء الله اي واحد هيكون عميل امجي مش عارف يحب يشتغلنا. في ناس على فكره، في ناس منهم تانية لسه عايزه تشتغلني وانا سايبهم، بس برضو هوقعكم انتوا كمان، لان انا عارف وحاسسكم حاسس بيكم، بس بحب ان انا اجمع للواحد كده ايه الاول القصه بتاعته كلها وبعدين اعرضها. فالموضوع مش موضوع شخصي خالص، انا ما بيهمنيش حاجه خالص، انا بتكلم بس في الصالح العام. وانا شايف ان احنا اي حراك كنا بنعمله كان وقف بسبب شويه الناس ديت، تمام، الامنجيه دول والناس اللي شغاله معاهم، وانا بقيت اعتبرهم كلهم دلوقتي مجموعه واحده. ما بقاش يعني تقول لي بدافع يبقى انت بقى تافه بقى، ان انت تسمع الكلام ده وتصدق الكلام ده وتقعد تردده، يبقى انت الاستاذه منى معانا، يبقى انت مالكش بقى ان انت ايه تقعد معانا في الصف الثوري ده خالص. استاذه منى ازاي حضرتك؟ طيب فالمهم فالموضوع بقى دلوقتي احنا خلاص يعني سفر اشعياء ده انتهى الكلام فيه، تمام. احنا عايزين نتكلم على موضوع سد النهضه. سد النهضه فيه غلط كتير جدا ولغط كتير جدا، وللاسف حتى من الناس في المعارضه. انا بس مستني الاستاذ مو يخش معانا لانه هو متخصص في موضوع السد، زي ما قلت لكم هو كاتب كتاب وهينزل قريب، وكمان هيبقى معانا بعد شويه الدكتور ممدوح حمزه وهو هيبقى يعمل له منشن عشان يجي. و
وهيبقى هم يتكلموا بشكل ايه تخصصي شويه. فده بالنسبه لموضوع السد. لكن انا بقول في لغط كتير جدا حتى اللي بيتقال من ناحيه المعارضه. موضوع السد ده يا جماعه اكبر من حكايه ان هو سد وهيتملي ميه والميه منسوبها هيقل في مصر واحنا يعني هنعاني شويه. لا يا جماعه، ده موضوع اكبر من كده بكتير جدا. ده مشروع من البنك الدولي قديم من سنه 97 اسمه بنك المياه الاثيوبي. لو سمحت وانت بتسمعني اكتب عندك كده على الجوجل، اكتب بنك المياه الاثيوبي ودور على كتاب لواحد واحد صحفي مصري معروف يعني. تمام. الراجل كاتبه بعنوان ايه، اللهم صل على النبي. موضوعه هو اسمه بنك المياه الاثيوبي والتلاعب مش عارف بالانهار او حاجه زي كده. تمام. وشوف الكتاب ده نازل في 2018، والكتاب ده جايب بقى حاجات وجايب مستندات وكل حاجه بتاعت البنك الدولي. خش على موقع البنك الدولي النسخه العربيه بتاعته وهتلاقي اصلا الموضوع محطوط هناك ومعروف مين اللي بدأوا وكان الهدف ايه. الهدف هو ان الميه كان في مشروع زمان مقدماه البنك الدولي بدراسه كده عاملها واحد في البنك الدولي بعنوان من الندره الى مش عارف الى الاكتفاء ولا حاجه زي كده او الرفاء ولا ما فيش فاكر. المهم الراجل ده منزل عمل التقرير دوت والبنك الدولي اعتمده. تمام. وقال احنا الميه ديت هيبقى في مشكله عليها فيما بعد. فاحنا راينا ان احنا ناخد الميه ديت ونعمل بيها بنك مياه موجود في اثيوبيا والدول تشتريها، يعني تشتري احتياجاتها بس. تمام. وده معناه ان انت ايه لا تزرع ولا حاجه. وعلى فكره المشروع مش بس مستهدفه بيه مصر، هو المشروع ده كان معمول على كذا حته بما فيها المكسيك، والمكسيك رفضت المشروع ووقفت قصاد البنك الدولي. ومصر في الاول في عصر مبارك، بغض النظر هو مبارك خلاص راح في داهيه وكل حاجه وانا ضده وكل حاجه، بس احنا بنتكلم على برضو قرارات ليها علاقه بالسياده. برضو الراجل رفض المشروع وكلف المخابرات العامه انها تمسك الملف ده، وقالوا لاثيوبيا انسي الموضوع ده خالص، واثيوبيا نسيته لانه ما كانش لا عندها امكانيات ولا اي حاجه. لكن بما انه مبارك ابتدى الموضوع يطلع في حته انه هيتم الاطاحه بيه والسكه مشيت لغايه الثوره، فبمجرد ما قامت الثوره اثيوبيا ابتدت تشتغل على حكايه انها تبني السد. تمام. جه الرئيس مرسي في السنه اللي حكم فيها الله يرحمه، جه في السنه اللي بيحكم فيها ديت هدد اثيوبيا وقال للمجلس العسكري كذا وكذا، فهم على طول وقفوا ايه البناء. بمجرد ما جه السيسي راح جم بداوا يبنوا. وبالمناسبه في 2014 نزل خبر كان بيقول، انا بس اجيب لكم نص الخبر عشان ايه اقراه صحيح لاني انا عندي سكرين شوت ليه. كان بيقول قرار دولي بوقف تمويل سد النهضه الاثيوبي. تمام. الخبر كان منشور بتاريخ 23 ابريل 2014. فيروح بعديها على طول السيسي يروح يعمل اتفاقيه المبادئ بتاعت 2015 اللي هي ايه، احنا عم متفقين بس انتوا ما تضررناش. كلام فاضي. يعني ايه ما تضررناش؟ تمام. ما انت لازم تحددها. مفيش حاجه اسمها اتفاقيه مبادئ، ويسموها ايه اتفاقيه مبادئ عشان حد يقول لك لا يا عم دي مش معاهده. يعني في الغرف بتاعت السيساويه بيتكلموا في كده، كانوا بيقول لك لا يا عم دول اصلا المعارضه دي مش فاهمين. هي اتفاقيه المبادئ غير الاتفاقيه يا حبيبي، هي اسمها اتفاقيه. يعني ايه اتفاقيه المبادئ دي؟ مش فاهم. يعني كنتوا مثلا بتحبوا بعض مثلا، يعني ده جواز عرفي مثلا والتاني جواز رسمي تمام. فايه فاللي حصل بعديها طبعا كان في نقطه بقى، حته حصلت قبل كده انه السيسي لما سيطر على المخابرات العامه اخذ الملفات المهمه بتاعت المخابرات بما فيها بتاعت سد النهضه، وبدا بناء عليه الشغل مع اثيوبيا. تمام. فاللي ماشي طبعا بنوك مصريه مستثمره في بناء السد وكل حاجه وحاطين فلوس، بنك اسكندريه والبنك العربي الافريقي وبنك مش عارف ايه، وفي كتاب للمستشاره هايدي محمود، خشوا برضو اقروا الكتاب ده نزل في 2016 في كل الوثائق فيه. تمام. فهو الاتجاه دلوقتي ان هم هيقللوا استهلاكك من الميه من 100% ل 25%. تمام. 125% يعني ايه؟ يعني تغسل وشك وتعمل لك كوبايه شاي وتطبخ لك مراتك تطبخ لك حاجه وبس على كده تمام. غير كده مفيش اكتر من كده. فزراعه بقى انسى، احنا هنستوى. وهو ابتدى يلغي الزراعات، يعني لغي زراعه مش عارف ايه الرز والقصب قلله وكل ده، وما بياخدوا حاجات ايه مراحل. وفي نفس الوقت كان قبليها مسبق ان الجيش يمسك كل الحاجات الايه الانتاج الحيواني والزراعي وحاجات كده عشان خاطر ايه يقول لك انا هبقى اكلكم مالكمش دعوه وخليكم واثقين في القوات المسلحه. يعني في ناس ايه شايفه حكايه العسكري اللي بيبيع مش عارف خيار وكوسه في الشارع وبيبيعوا مش عارف سمك ومشروع مش عارف السمك منزوع الراس والكلام ده ويقلشوا عليها ومش واخدين بالهم هو ليه بيسيطر على الحاجات دي. هو بيسيطر على الحاجات دي عشان يقول لك انا هاكلك بعد كده لان انا اعرف استورد، انا القوات المسلحه انا سيطرت على الحاجات دي. ولذلك هو يروح ينكل مثلا بحد زي صاحب شركه جهينه عشان خاطر هو يعمل مركز تجميع الالبان وتبقى ايه كل الحاجات الالبان والحاجات دي المنتجات دي تبعهم. فاحنا برضو ايه لما نيجي نلغي نطلع قرار
انه مش هيبقى في حاجه اسمها مزارع يكونوا هم بقى ظبطوا المزارع بتاعتهم وكبرت واتظبطت وكده، وفي نفس الوقت هم عندهم السيطره على السوق ان هم بياخدوا الالبان، فيمنع بقى. فيبقى حضرتك بقى عندك واحد فلاح عنده بقره ولا اتنين، ده مش مشكله، ده ياكل نفسه بيه هو وعياله تمام. لكن غيره ما يبقاش عامل مزارع. ليه؟ عشان ما تجيش تيجي تقول لي انا عايز اعلاف وعايز كذا وكذا، من كل الحاجات دي مش هتتزرع، واللي هيتم استيرادها هيتم استيرادها المزارع الجيش بس. فالموضوع خطر جدا. وانا عايز اشوف الاستاذ مو، اكتب له بس تاني عشان اشوف هو موجود في الغرفه ولا لا، واشوف المهندس ممدوح حمزه عشان يطلعوا يكملوا لنا في موضوع السد ويتكلموا فيه بقى الكلام الايه الصح اللي حقته يتقال بقى. كريم، هو الكتاب اسمه لعبة بنوك المياه في دول حوض النيل ولا مش ده؟ مظبوط، هو ده. الكتاب ده نازل في 2018 وهتلاقوا فيه كل التفاصيل، وزي ما قلت موقع البنك المياه الاثيوبي ده برضو تقدروا تخشوا عليه. استاذ مو انا لسه مستني منه. طيب اللي فوق يحب حد يعلق على حاجه؟ استاذه منى كنت عايزه تقولي حاجه حضرتك، صح؟ استاذه منى معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو استكمالا اللي حضرتك أضفته في التضييق على الفلاحين والمؤامرة اللي هو شغال على مصر فيها. هو كمان عمل زي فيز كده بتدفع زي رخصة ب1000 جنيه للدولة. 200,000 جنيه؟ 200,000 جنيه. وموضوع مكنة الري ده ما كانش موجود الأول، صح؟ حضرتك لو عملت دلوقتي جوجل للقرارين دولت هتلاقيهم موجودين، والقرارين دول نزلوا تقريبا من 2.5 شهور. وهو كل القرارات اللي هو بينزلها هو يعني بيستهدف بيها استكمال المؤامرة. فدلوقتي حتى يعني كانت الشرقية يعني والمنصورة والدقهلية كانوا مشهورين جدا كمان محصول البصل. دلوقتي بما ان كل حاجة بقت بتتزرع تقريبا 85% من الحاجات اللي بتتزرع في مصر بتتزرع بمية صرف صحي وشبه معالج، مش معالج بقى ثلاثي زي ما هو بيقول، هو كذاب كمان. المحاصيل دلوقتي بتطلع بايظة. يعني البصل بيطلع من الارض، كان البصل ده بيطلع بيتصدر، البصل ده دلوقتي بيطلع من الارض بايظ خلاص. وحاجات كتير دلوقتي، محاصيل كتير دلوقتي بتبوظ في يعني على المطرح في الارض قبل حتى ما تتحصد من الارض بسبب الميه. ففي الشديد بس فهو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، والكلام ده احنا مش عشان احنا ضده، لكن الكلام ده موجود في كل الجرايد دي، حتى الجرايد بتاعتهم هي النشر الكلام ده. انا لقيت اهو اليوم السابع بتاريخ 27 فبراير كمان 2021. الري اللي هي وزاره الري يعني هي بتقول تنفي فرض رسوم على ماكينات رفع المياه من المساقي. تقريبا ده كان الاختبار اللي بيعملوه الاول، اللي هو لازم ينزلوا الاول حاجه وبعد كده يفرضوها. يعني ده كان في شهر 2، انت حضرتك بتقولي من شهرين، يعني في شهر 5. هو لو حضرتك كتبت فرض 5000 جنيه على استخراج رخصة استعمال مكنة الري هيطلع لحضرتك كذا مصدر. في مصدر فيهم هتلاقيه قريب جدا، هم بيطلعوا الخبر وبعدين بينفوه زي خبر غلاء الأسعار، بيقولوا ما فيش نية لتحريك الأسعار. تعرف كده ان على طول بعد 12 بالليل الأسعار كلها هتغلى. لا بصي بقى هقول لك الخبر ده بيلعبوا فيه ازاي. الخبر بيقول ايه؟ بيقول نفت وزاره الموارد المائيه والري ما تردد حول تحديد رسوم قدرها 5000 جنيه نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائيه والري الجديد، مؤكده ان معظم مياه الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصه بهم، وهذه الماكينات ليس عليها رسوم. بس شوفي بقى الحته الثانيه بقى. وقالت الوزاره في بيان اليوم ان الماده 38 بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوع على الترع العامه وليس المساقي الخاصه. وهي حالات محدوده. طب هي كده يعني لا، هي مش حالات محدوده. انا فلاحه اصلا يا كريم، على فكره انا اصلا فلاحه، انا اسكندرانيه بس انا اهلي فلاحين، انا عارفه. انا اهلي من منصوره، فانا هقول لك بقى الوضع ماشي ازاي. انت دلوقتي لما بتيجي تروي بتروي حاجه اسمها ري بالغمر. المكنه بتاعتك بتكون على بتاخد من الترعه الرئيسيه او من المصرف الرئيسي. يعني انت يعني the law will be applied for you. خلاص هو بينطبق عليك القانون وبينطبق على كل فلاح، لان انت بتاخد من الخاص. بتاخد منين؟ يعني من صرف بيتكم. انت بتاخد من الترعه والمصرف الرئيسي بتاع وعمر ما حد من الفلاحين على فكره دفع فلوس عشان يعمل ري.
يروي الارض. ما هو الفقرة الأولى بيقول إن هي ما بتستخدمش معظم الماكينات مش هتدفع، بعدين يجي في الفقرة الثانية يقول إيه؟ يقول لا الماكينات بتدفع لكن المساق الخاصة هي اللي ما بتدفعش، وبعدين مفيش يقول مساقي خاصة، ما هو مفيش يا ابن يقول الحلال مساقي خاصة في مصر. أيوة هو أنا انت عارف، دلوقتي في أي قرى وأي نجوع، أي فلاح هنا يعني على في الروم عادي فاهم الكلام ده. بصي بقى حضرتك، باقي الخبر بيأكده، بيقول إيه؟ كما إن المبلغ المذكور 5000 جنيه هي رسوم لمدة 5 أعوام. أيوة. وهي الحد الاقصى للرسوم. طب يعني كده معناه ان في رسوم، امال انتوا بتقولوا بتنفي، يعني هو الخبر بالاحمر الري تنفي فرض رسوم على ماكينات رفع المياه من المساقي، تمام. في الوقت نفسه بيقول لا الماكينات هتدفع لكن المساقي الخاصه هي اللي ما بتدفعش، وبعدين هي الرسوم دي 5000 جنيه ل5 اعوام. طب معناه ان يعني في رسوم، امال وحاجه ثانيه كمان. اي حد بيزرع رز في اماكن اللي هم قالوا ما تزرعش فيها رز، خلاص بيلغوا الحيازه بتاعه الارض، ولا مش عارف بيعملوا ايه، بيعملوا حاجه كده على الارض، يعني ان هو خلاص ما يقدرش، يعني بتتكف ايده وبينزل عليه غرامه 20,000 جنيه وبيتسجن، بينزل عليه سجن كمان. ومش بيبقى سجن عادي، ده هو بيروح محكمه عسكريه، بيروح من نيابه عسكريه. يعني مش بيتحكم مدني في الموضوع دوت، الموضوع ده خلاص عملوه زي كاتيجورايزد كده ان هي زي القضايا العسكريه. فقمه الاجرام، قمه الاجرام في حق الفلاح. وطبعا ضيف على كده تسريح العمال في مصنع سمات طلخه، وان هو قفل مصنع سمات طلخه وعمله حوله دلوقتي ان هو ادى المستثمرين هيعملوه كومباوند سكني. فهو عمل ليه كده؟ عشان مش هيبقى فيه زراعه. هو هيعملوا السماد ليه؟ يعني هو بيضيق على الفلاح وبيخنقه من جميع الجهات، مفيش ميه ومفيش سماد ومفيش كل حاجه. وخلاص. وبعد كده ينهي على الثروه الحيوانيه بالمره، ويبقى خلاص بقى حيوانيه ايه؟ هو كده هو هيقضي على الانسان والنبات الانسان والحيوان والنبات، يعني هيخلص على الارض وعلينا احنا شخصيا كبشر وعلى الحيوانات بتاعتنا وخلاص. وربنا ينتقم منه ومن اللي بيأيدوه يا رب وبيطبلوا له. يعني انا امبارح انا قريت بوست، يعني والله انا لما قريته اساسا ما حسيتش بحاجه، يعني انا ما حسيتش ولا ضغط عالي ولا ضغط واطي، انا حسيت ان انا هموت. بيقول لك ان مش عارف ان في كبسوله ولا مش عارف ايه النسور البواسل رامينها في السد العالي، واول ما مش عارف ينزل منسوبه مش عارف لايه هيحصل فوران وغليان، حاجه كده زي ايه جومانجي والحاجات الغريبه بتاعت زمان دي، يعني حاجه كده زي ايه الحاجات اللي هي الفيكشن القديمه. ايوه الحاجات الفيري تيلز والفيكشن والادفنتشر ستوريز والحاجات دي. فوالله احنا يعني مالناش غير ربنا بقى. يمكن عندنا احنا هاري بوتر يمكن يكون من سور المخابرات، وان الناس تتحرك. بيقول لك نسور المخابرات، انت متخيل يعني قد ايه هم بيلعبوا بدماغ الشعب؟ واحد عبيط كده حتى اللغه قديمه، جون المصري. ايوه حتى اللغه اللي بيستعملوها برضو قديمه. ما هم الخمسينات دي ما عندهمش اي كرييشن يعني. واحد عبيط كده اسمه جون المصري بيقول لك تم تحديد ساعه الصفر لضرب سد النهضه. يعني اللي هو بعد ما انت تشوف الفيديو التايتل بتاع الفيديو تقول له تن حماده سلطان، ده بقى فاهم نكته قديمه. لا ده مش حماده سلطان بقى، ده الخليل كوميدي كمان، لان الكلام بايخ يعني اصلا. ده في بقى صفحه عاملينها اسمها المحفل الماسوني المصري، والاخ هم ينزلوا عليها بوست، والاخ خالد يطلع يعمل فيديو تحليل عليها، فيقول لك ايه انه خلاص انت ساعه الصفر وان احنا هنتحرك وان احنا هنضرب، ومش هو يطلع يقول الكلام ده خطير قوي. ما هو انا هقول لحضرتك حاجه، هو الاستاذ خالد ده على فكره هو صبي من صبيان اللواء الله يرحمه، واسمه ايه اسمه ايه اللي اتقتل في سوريا، اللي كان راح يتأمر على الشعب السوري ده، عمر سليمان. عمر سليمان. هو صبي من صبيانه، هو تلميذ من تلامذته. فهي المدرسه دي المدرسه اللي هي الاولد سكول، الاولد فاشن سكول، المخابرات المصريه اللي هي اللي عفى عليها الزمن، اللي جري عليها الزمن بالجزمه القديمه موتها دي. اللي كانوا بيقعدوا يحششوا ويقعدوا يعملوا حاجات بتاعت سحر وحاجات مش عارف ايه. ايوه هم بقى مؤمنين على فكره بالحاجات دي، الزبق الاحمر والزبق الاخضر والمش عارف الايه وورك النمله مش عارف على ايه ورموه في البحر وحاجات كده غريبه يعني. بس فهم حتى تحس على فكره المخابرات المصريه وفي ضباط كتير، وحتى على فكره السفيره الامريكيه كانت كده، والسفير الامريكي الحالي كده. السفير الاولاني ريتشارد ده اللي كان بينزل الموالد الله ينور عليك. هم مؤمنين على فكره بالكلام ده، الله حي، والعباطه اللي هم بيعملوها دي. ده التهامي كان هو ده شغلته في المخابرات العامه، كان يعمل نفسه درويش، كان يبقى قاعد معاهم في اجتماع
وبعد اقول الاستاذ موجي يطلع في الاجتماع مره واحده يقول ايه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يقولوا له في يقول لهم الرسول دخل، الخضر دخل، اي حد. طب انا هقول لك حاجه، طب ما هو بلح نفسه حاطط في ايده خاتم ومعتبر ان الخاتم ده بيجيب له ارواح وبيجيب له حاجات واشباح، بيفسر احلام وبيفسر لطنطاوي، ما طنطاوي عشان كده اختاره. متخلفين والله العظيم. انا هسيب بقى المجال للاستاذ مو. شكرا جزيلا واسفه جدا. شكرا لحضرتك يا استاذه منى. انا في حاجه هتكلم فيها كده على السريع قبل ما نتكلم على موضوع السد، لكن هرحب طبعا بالاستاذ مو وهقول له هل الدكتور الباشمهندس ممدوح حمزه معانا هنا ولا لسه ما جاش؟ اعتقد هو هيجي على الساعه 3. هيجي على الساعه 3 ماشي، يعني 10 دقائق. وانا كمان محتاج 10 دقائق او ربع ساعه لو ينفع. لا خلاص اتفضل انت حضرتك. انا كده اعتبر خلصت حكايه اشعياء والكلام ده. كان في موضوع تاني مهم بتكلم عليه في الاخر بعد ما نخلص. اتفضل حضرتك الميكروفون. طيب يعني قصدي انا ممكن ابتدي بعد 10 دقائق ولا لازم تبدا بعد 10 دقائق؟ ماشي مفيش مشكله. خلاص يبقى انا اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز اقوله. طيب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم كريم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ازيك استاذ مدحت؟ اتفضل. الله يكرمك. بس كان في تعليق بالنسبه لموضوع الزراعه وكده. اولا طبعا موضوع المضخات بتاعت الميه اللي هو هيرفعوا الميه، هو اولا منسوب الميه هينزل لان السد هيبقى نازل، فالسوائل العاديه اللي هي كانت بتستعمل مش هتنفع تستعمل بعد كده، فعشان كده لازم يستخدموا مضخات ميه. الميه هتبقى منخفضه كتير عن الوضع الطبيعي في الترعه. ده نمره واحد. الموضوع الثاني ان هو اوريدي خلق قتل المنافسه جدا بالنسبه للزراعه، لان هو طبعا الارض عنده ببلاش، الميه ببلاش، العماله ببلاش، هو كل اللي بيعمله هو البذور. يعني انت عارف انت شغلي هنا في الزراعه في امريكا، فلما انت يكون عندك منافس عنده الميه ببلاش، الكهرباء ببلاش، رفع الميه ببلاش، العماله ببلاش، القطع والتعبئه والكلام ده كلها ببلاش، وانت عندك المنافس بتاعك بيدفع الاسعار دي كلها. يعني الحاجات دي كلها على الاقل حوالي 90% من المصاريف لو انت شلت البذور. فعشان انت تجيب واحد تنافسه وانت بتقتله، ما بتنافسوش في الحقيقه. يعني ان انت تحط واحد، انا صوتي واضح ولا مش واضح يا شباب؟ واضح، سامعينك يا استاذ. فعشان انت تجيب واحد تنافسه وبتقتل كل انواع المنافسه فيه، لان زي واحد مزارع غلبان هيبقى عنده، اولا انت كمان عندك المعدات، الجيش عنده المعدات والحاجات دي كلها. فهو اللي بيعمله دلوقتي ان هو بيخلي الناس تعتمد، يعني اولا بيقتل المنافسه تماما، فما حدش هيقدر ينافس، لانه استحاله واحد يقدر بيصرف المصاريف دي كلها زائد الضرائب كمان، فاستحاله. ومراكز التوزيع، يعني دي كلها حاجات اي مزارع بيحتاجها وبيدفع ثمنها، انما الجيش ما بيدفعش الثمن دي كلها، وطبعا بيسرقها من فلوس الشعب. فاولا قتل المنافسه تماما، بعد كده عمل اهميه للجيش ان انت مش هتقدر تعمل حاجه الا بالجيش. فالاعتماد هيبقى اعتماد كلي على الجيش عشان يقول للناس طب لو شلنا الجيش يا جماعه هنعمل ايه؟ فعشان كده الحل الوحيد هو خلاص بالجيش وبالسيسي مع بعض، واكشولي كل المجموعات الوسخه اللي حواليه، لان هم اللي بيخلقوه بيخلق نوع من الاندبندنت بالنسبه لك، ان انت ما تقدرش تعيش من غيره. يعني هو قريب جدا، يعني انا فاكر الله يرحمه ابو غزاله لما جه زمان، هو كان اول واحد دخل، بس هو كان دخل بيقول لك ان ما ينفعش للجيش انه يعيش وهو معتمد على قوته الخاص. بدا يعمل مشروع القمح وبتاعه، وبعد كده اتشال ابو غزاله. طبعا مبارك ما رضيش لبسوه موضوع الائمه بتاعت التجسس والموضوع ده. المهم يعني فهو الفكره انه يخلق شعب معتمد تماما على الجيش في كل شيء. فخلق بالنسبه للزراعه، بالنسبه للالبان بيحاول يضرب كوينه، اذا ما كانش مريد ضربه وباع الالبان للامارات اللي كنت سامعه من حوالي 3-4 ايام. زائد ان هو خلق الاعتماد الكلي على الجيش. فالشعب يقول لك طب لو الجيش هنعمل ايه؟ كان الجيش هو اللي بيزرع لك دلوقتي وبيديك اسعار طبعا منافسه، بس هو بيدي اسعار منافسه جدا واسعار رخيصه دلوقتي. مجرد ما كل الزراعه هتختفي من الارض هيبدا يرفع الاسعار. هو نفس نظام اليهود، يعني هو بيضربك اقتصاديا خالص ان انت ما يبقاش عندك زراعه، وبيحاول ينزل السعر لغايه ما يطلع الكومبيتيشن اوت اوف بزنس، بعد كده هو بيرفع الاسعار اللي هو عاوزها. فتخيل مصر من غير زراعه والجيش بيعتمد على الحاجات دي، كل بيبيع بالاسعار اللي هو عاوزها بعد كده. فالمفروض لازم يتحل، لازم يكون في حل دلوقتي. يعني كل احنا اللي بنستنى كل ما بنغرق اكتر. ده حقيقي يا استاذنا. وكمان لاحظوا ان الناس اللي هي
يعني المنافسه حتى للجيش. احنا بنتكلم على ناس فلاحين، يعني في ناس فلاحين غلابه، يعني اللي عنده مثلا 5 قراريط، ولا عنده مثلا 11 قيراط، ولا عنده مثلا فدانين 3، ده يعني ما مش هينافس اساسا. فما بالك ان ده كمان يتضرر، يعني مش اللي عنده مثلا مزرعه كبيره الريف الاوروبي ولا الكلام ده، والريف الاوروبي ما بيعتمدش على مزرعه يا كريم. الناس دي هتختفي، لان مين عنده استعداد يدفع 5000 عشان يرفع ميه بس؟ ده غير بقيه المصاريف. هو اصلا انا عارف ناس يعني عندهم ارض والكلام ده في مصر، او ناس عندها مزارع والكلام ده وكده. يعني هو اصلا دلوقتي بيقول لك هي مش جايبه همها، يعني في ناس منهم بيقول لك مش جايبه همها، ده من غير سد ومن غير نقص ميه ومن غير 5000 جنيه والكلام دوت كله، بيقول لك مش جايبه همها، يعني بيمشيها ربنا، بيمشيها لهم بالبركه يعني. يا كريم، هنا في امريكا عشان تزرع البلد، الحكومه نفسها بتجيب لك الميه لغايه الارض عندك طبعا، وضرايب بيفتح لغايه الارض. يعني انت كل اللي بتعمله بترفع الدراع بتاع الميه بس، الميه بتخش عندك بس. وبعدين في طبعا هنا انواع انواع ري، اللي هي ري بالغمر وري التنقيط وري حتى يعني بيحاولوا هنا، رغم ان الميه كتيره في امريكا، خصوصا في شمال كاليفورنيا، ولكن في نفس الشيء بيحاولوا يوفر لك كل حاجه عشان يساعدك عشان تشتغل. فان انت تيجي تحط عقبات، انت بتحاول تموت الناس. يعني مين فعلا عنده فدان ولا 10 قراريط ولا مش عارف ايه، هيدفع المبلغ زي ده عشان يسقي؟ خلاص ابيع الارض واخلص. للاسف الخطوره بمكان ان الله المستعان. ده الحل الوحيد ان احنا لازم نخلص منهم باسرع ما يمكن، لان كل يوم بيزيد، كل يوم ما بيتغلغلوا بشكل ازيد، وبيقضوا على الناس اللي هم بيحاولوا يستثمروا. يتخيل لما واحد زي جوهينا مثلا يطلعوه اوت اوف بزنس بامكانياته الماليه الموجوده، وفي موجود في البورصه، فتخيل يعني بقيه الناس يعملوا ايه؟ اكيد. طيب انا بس عايز اقول على حاجه كده قبل بقى ما الاستاذ والاستاذ ممدوح حمزه يبداوا في موضوع السد، برضو استكمالا للحديث الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه على صفريه الشيعيه والناس دول وكده، ومش مش في الاساطير الدينيه دي بقى والاساطير اللي بتقال، لا، في الشخصيات اللي بتقولها. في واحد انا كنت في اخ ليا هنا في الغرفه، هو موجود معانا هيسمعني هو دلوقتي. انا كنت بتكلم معاه النهارده يعني، وكنت بقول له على شخصيه بس ما لحقناش نكمل الحديث بتاعنا. في ولد اسمه احمد سامي. احمد سامي ده يمكن انتوا تعرفوه، كان واحد من المعدين بتوع الدحيح، وصاحبه قاعد في قطر، وكان يعني هو الراجل بيعرف نفسه بيقول ليبرالي علماني وساخر سياسي مصري يحارب معركه الوعي ضد الفاشيه الدينيه والعسكريه. الفكر لا يقمع إلا بالفكر، ومفيش حاجة محصنة من النقد في إطار موضوعي بعيدا عن الشخصنة. الشك شرف العقل، ومن لا يشك لم ينظر ولم يبصر. الأخ أحمد سامي ده كان قاعد في قطر، وكان يعني هو من أشهر الناس الملاحدة أو الملحدين، عشان في ناس إخوة من الدول العربية ما بيجمعوش جمع ملحد ملاحدة زي ما احنا بنقوله في مصر، لكن بيقولوا ملحدين. فالأخ ده مشهور جدا وبيهاجم كان بيهاجم الإسلام على طول وما زال يعني. ويعني هو بيعتبر بالنسبه للاخوه الملاحده او الملحدين ده الايقونه بتاعتهم. احمد سامي ده بقى في فضيحه ليه حصلت كده من فتره قريبه، واحده اسمها اسماء عمر، واكتبوا على اليوتيوب برضك احمد سامي واسماء عمر. اسماء عمر دي كانت تعرف احمد سامي، اتعرفت عليه، ويعني كان في بينهم علاقه وقال لها اخطبك، بس هم يعني هي برضك تقريبا دماغها، هي عايشه في دبي ومقضيها بقى، عايزه تعيش دور ان هي يعني انا اوبن مايندد والكلام دوت وكده، فقضيتها مع احمد سامي. وبعدين هو اشتغلها، ضرب منها فلوس حوالي مش عارف 300,000 درهم اماراتي او حاجه زي كده، ومش عارف كان مصورها، فضحها، عمل لها حاجه يعني كده اذاها جامد جدا، بالرغم ان هو متجوز وعنده اطفال يعني في مصر. وبعدين هي بقى طلعت مع واحد تاني من نفس السكه دي، من سكه الملحدين، بس في منافسه ما بينهم او عداوه ما بينهم، وقعدت تعمل لايفات على اليوتيوب يعني طويله جدا، 5 ساعات و10 ساعات وحاجات كده يعني، تخش في اليوتيوب هتلاقوا بلاوي يعني. طلعت فضحت القصه كلها، وقالت ان احمد سامي شغال في امن الدوله القطري، واحمد سامي ده اصلا تبع الامن الدوله عندنا في مصر، تمام؟ يعني هو حقيقته ان هو باين ان هو ملحد وليبرالي وضد اللي مش عارف ايه وضد الفاشيه الدينيه والعسكريه، يضرب لك الاثنين مع بعض، زي اللي بيطلع ده يقول لك انا ضد السيسي وضد كمان المعارضه عشان هم متفرقه، معارضه اي كلام ومش عارف الكلام اللي بيقوله ده، تمام؟ فالناس ديت، الراجل ده طلع اساسا عميل لامن الدوله المصري، وقاعد وشغال مع امن الدوله القطري، تمام؟ فامن الدوله القطري لما هي البت سيحت بقى والموضوع طلع، فراح جم ماسكين وحد جه من مصر خرج احمد سامي ده واخده وراحوا ودوه على لندن. احمد سامي دلوقتي قاعد في لندن. طيب البنت بقى اللي اسمها اسماء عمر دي حصل لها ايه؟
تم احراقها حيه في شقتها كلها ولعت في دبي. وهتلاقوا فيديوهات على اليوتيوب للحادثه بتاعت احراق جثتها، احراقها وهي عايشه كده، قتلوها وحرقوها ولا حرقوها هي وعايشه الله اعلم، بس يعني ايه اتحرقت وهي جوه شقتها، تفحمت. تمام. هي تقريبا مولوده هناك او متربيه وهي صغيره، يعني اهلها هناك واهلها ليهم علاقات وكده، بس هي ايه سيحت على كل حاجه. تمام. وقالت بقى ان في شله بقى، والشله دول تبع امن الدوله وبيشتغل. وشوفوا بقى اياميها كان في حقته مقاطعه بين مصر وقطر، او في صراعات كده ومش عارف ايه الحاجات اللي احنا بنشوفها اعلاميا دي، لكن مع ذلك كان شغال في قطر في امن الدوله واحد اخد غطاء كده ان هو يعني ناشط وقاعد كده بس ايه على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب والكلام ده وكده، وهو في امن الدوله القطري وملحق من امن الدوله المصري. تمام. ده احمد سامي. واحمد سامي راح جه حد من مصر راح جابه اخده كده وطلعه على لندن زي ما قلت لكم، وعايش هناك دلوقتي ورجع يعمل فيديوهات تاني. تمام. ده علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر مش بس خالد عيسى، لا علشان خاطر الاخ التاني اللي انا كنت بقول ده باين عليه بس ساذج وبيقرا كتب صفرة وبيقعد بقى يقول لكم علوم طاقه وعلوم مش عارف ايه وبتنجان وكلام فارغ. امبارح كان بيتكلم مع واحده بنت ما شاء الله عليها، مش عيب ان انا اقول بنت، يعني واحده استاذه والله استاذه علمته معنى الايه بتاعت اني جاعل في الارض خليفه، وما يعرفش يصد معاها في الكلام، فيطلع له شويه صبيان من صبيانه ويقولوا لها انت ملحده انت علمانيه، وهي البنت تقول لهم انا حافظه القران وانا مش عارف ايه وده مجال عملي، وبتكلمه بمنتهى الاحترام وهو يكلمها بمنتهى التعالي ويقول لها في الاخر انا مش مقتنع بكلامك. لا هو مش ما بيقتنعش يا جماعه، هو بيبقى عنده خطه معينه هيتكلم فيها، هو عاوز يمشي على ده ويشتغلك بس بالكلام، يقول انا بتعلم منكم يا جماعه واللي يصلح لي معلومه يصلح لي انا والله بتقبل. لا هو مش بيتقبل ولا حاجه، هو زي خالد عيسى بالظبط، ده بيلعب دور وده بيلعب دور. ولما كانوا في الغرفه مع بعض اول امبارح كان عمال يقول له يا سياده العميد وسياده العقيد، يقول للتاني سياده العقيد، والناس ما شاء الله قهوه الظباط قاعدين بيخدموا على بعض. بس ده اللي انا عايز اقوله لكم، دوروا على احمد سامي واسماء عمر على اليوتيوب وشوفوا الحكايه بتاعتهم ايه، واعرفوا ان انت ما تاخدش الموضوع بظاهره، ان احمد سامي ده كان حقيقته واحد ناشط ليبرالي علماني ملحد ساخر سياسي، كل الكلام الهجايز ده البتنجاني ده يظهر لك، لكن هو حقيقته ايه ده اللي تدور عليه. وعلى فكره اي حد قدام منك بيتكلم بما فيهم انا انت لازم تشكك في كلامي، بس المهم ان اللي يكلمك ده يقول لك على المصادر وتروح تدور هنا وهنا وهنا. تمام. كون ان انا مثلا ما اقولكش انا شخصيتي ايه ده طبعا لامني وانا ضيع عمري يعني. تمام. لكن بيبقى واضح قدام منك، لكن دول انا عايز اقول لكم كلهم شويه امنجيه وبيضحكوا عليكم، ومفيش حد يقول اصل بيقولوا كلام غريب وجديد. روح انت دور على الكلام ده، ما تخليهمش يستغلوا جهلك بمواضيع ويدخلوها لك في بعض، لان زي ما قلت لكم ما بيجيبوا لكم مجموعه من الحقائق وبيخلطوها بحاجات بقى ايه في الهجايس والكلام ده وكده. بس فده اللي انا كنت عايز اقوله. الاستاذ مو جاهز ولا نشوفوا الاستاذ ساره والاستاذ اشرف الاول لغايه ما الباشمهندس ممدوح يجي والاستاذ مو يجهز؟ لو ليهم اي مداخله استاذ ساره واستاذ اشرف، انا يعني محتاج دقائق بسيطه قليله، والدكتور ممدوح معايا على الماسنجر، فدقائق يعني دقائق بسيطه جدا، يعني لو 5 دقائق 10 دقائق ماكسيموم يا ريت يعني. ماشي. واستاذه سمر كمان معانا. استاذه ساره اتفضلي. لا انا بس كان عندي تعليق على الحكايه اللي الاستاذه منى اللي قالت فعلا بيحولوا المزارعين محاكمات عسكريه مش مدنيه، يعني كان حصل تقريبا من سنه كان في ناس مستصلحين اراضي مش فاكره في منطقه ايه، والجيش حب يحط ايده عليها والناس اعترضوا لان صارفين من التسعينات تقريبا واخدين الاراضي ودافعين فيها فلوس كتير جدا عشان يستصلحوها، وما ابتدت خلاص يعني وبقالهم سنين شغالين فيها، فجأة حطوا الجيش حب يستولي عليها. طيب ولما حبوا يعترضوا خدوا أكبر واحد فيهم وكان راجل شيخ كبير، يعني خدوه على طول فعلا محاكمة عسكرية يعني. ففعلا يعني الموضوع ده حاصل اوريدي يعني. وانا عندي بس كمان يعني تعليق بسيط اخ كريم. هو ليه اساسا خد قرار في المؤتمر الاخير اللي كان عامله ان هو يحط ضابط على كل قريه؟ كل ده موجه للفلاحين يا اخوان. في كمان كلام منتشر بشده الفتره اللي فاتت دي انه في قرار ان هم يعملوا سجن صغير بجوار كل اسم شرطه، الكلام ده موجه للفلاحين، لان هيحصل اكتر ناس هتحس بالمعاناه في البدايه الفلاحين، لان الفلاحين هم اللي بيستخدموا اكبر كميه من الميه، فهيكون احساسهم هو هيكون سابق احساس الناس، للناس العاديين كل اهتماماتهم بانه يلاقي ميه يشرب او ياخد دش او هكذا يعني. لكن الفلاحين اكتر ناس هتحس اول ناس الاول، واكتر ناس هتحس
بالشح المائي اللي هيحصل بسبب سد الخراب اللي راح مضى عليه في 2015. فهو كل مشكلته دلوقتي ازاي يكمم الناس ويكمم الافواه، يعمل سجون، يحبس الناس، يعني ما بيعملش مدارس، ما بيعملش حاجه، وفي نفس الوقت يبعت بقى شويه الغلمان بتوعه ينتشروا في وسطنا زي المخبرين اللي انت اتكلمت عليهم يا كريم، واللي موجود منهم ناس في الاودينس ده اكيد يعني دلوقتي. فاحنا محكومين بنظام فاشي، مش همه الشعب، مش همه غير نفسه. المدينه بتاع العاصمه الاداريه الجديده اللي هو بيعملها ليه ولعليه القوم. بعد كده هيولع الناس بقى اللي موجودين في القاهره وفي بقيه المحافظات. هو بيظبط نفسه، بيعمل وعايز كان ياخد فرع من النيل ويعمل نهر صناعي مثلا زي القذافي والكلام ده، وتظبط حاله. هيعمل قطر من العاصمه الاداريه ومطار عشان لو حبوا يطلعوا ويسيبوا البلد في اي وقت. مظبطين نفسهم ماليا في بنوك بقى سويسرا والبنوك الاجنبيه. اولادهم معظم القيادات اللي في الجيش والشرطه الكبار قوي اولادهم معاهم جنسيات اخرى ومقيمين بره ومشترين شقق وهكذا. فهم مش هيحسوا بالكلام ده. اللي هيحس بالكلام ده الشعب المطحون اللي طالع عينه، الغلابه اللي مش حاسين لسه ما بداوش يحسوا. عشان كده مفيش حد فيهم بيتحرك. فالبلد داخله على كارثه، ولازم الناس تشتغل على توعيه الناس بالكارثه اللي هتحل على دماغهم في الفتره اللي جايه. وهو متهيألي مشكله سفر اشعياء واللغط اللي كان حاصل عليه ان كلام كتير من اللي مكتوب فيه الناس شايفينه حاصل واقع يعني، او في الخراب اللي بيحصل يعني. فعشان كده متهيألي هو ده. بص العصفوره يا فندم، زي الناس اللي طلعت تتكلم في الارض مسطحه ولا كرويه. الممثله الفلانيه اتطلقت، الممثل الفلاني امه ماتت، محمد ابو حامد بيدور على شغل يا عين امه مش لاقي شغل. ورجال الاعمال دلوقتي اللي كل يوم والتاني ياخدوا حد. بالظبط، رجال الاعمال اللي بيتقبض عليهم. كل ده الهاء واستغفال للناس، بيلهيهم عن القضيه الاساسيه. عشان كده الناس المفروض تمشي رسمه لنفسها خط سير تمشي عليه، ولا تلتفت لاي حد من شويه الهاءات اللي هم بيلهوا بيهم الناس، كنابل الدخان بالمعنى الاصح، اللي بيغموا بيها عيون الناس عن البلوى والكارثه اللي هتقع في مصر في الفتره اللي جايه. فربنا يستر على البلد والله، ولازم الناس ما تسكتش يعني كريم ما شاء الله قايم بدور رائع يعني، ونتمنى ان ربنا يوفقه يا رب ويكلل بس كلامنا ده بالنجاح يا رب، باي حاجه تحصل مبشره في البلد يا رب. يا رب ربنا يخليك يا استاذنا، وشكرا لحضرتك وشكرا للاستاذه ساره، ومتفق معاكم طبعا في كل حاجه. احنا يا جماعه لازم نمشي على خط واحد، يعني احنا يبقى عندنا كده في طريق، خطه طريق ماشيين عليها. الكلاب تعوي والقافله تسير، ده مثل حلو، بس انت ممكن برضو تركن القافله على جنب وتجيب شويه طوب وتضرب شويه الكلاب دون، او تظهر بقى ان دون كلاب. تمام يعني. فاحنا لازم عشان كده احنا ما عندناش مشكله ان احنا نفضحهم يعني. تمام. فده يعني ان شاء الله اللي احنا نبقى ماشيين عليه. ناخد الاستاذه سمره. اتفضلي يا استاذتنا. استاذه سمره معانا؟ سمرة ممكن تكون مشغولة. لا معك يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رح أحكي عن 3 شغلات. أول إشي رح أحكي عن الفلاحين. أنا قبل رمضان أو أوائل رمضان يمكن برضو شفت يعني معلومة من مصر أو ريبورتاج عن مصر. كان القمح تقريبا صار نص نمو لسه، يعني مش جاهز للحصاد. فالقوات المسلحة بمصر نزلت جرافات ونزلت معدات وشالت القمح قدام الفلاحين، والفلاحين يصرخوا ويلطموا وقصوا لهم القمح ورموه. كان لسه بيبي، لسه ما نضج، ورموا لها اياه لانه خلص هم ممنوع يزرعوا قمح بعد هيك يعني. فهذا كان يعني فعلا منظر مأساوي، ولسه الملء الثاني ما كانش بدأ. الموضوع الثاني انه انا بدي احييك فعلا على جرأتك وعلى شجاعتك ان انت بتحكي هيك وبتكشف اللي قاعدين بالكلاب هاوس من وقت ما انفتح. وفي ناس يمكن حاسين ويعني منتبهين، بس يعني تقريبا مستحيين يحكوا، خايفين يهاجموهم. بس انت ما عم تعمل هيك، وبرافو عليك. لازم كل واحد يعرف. في ناس يمكن ما عندهم حس مخابراتي زيك، بس حاسين انه هدول الناس طريقة حديثهم موجه لمكان يضيع الناس، ما يورجي يعني يضيعهم، حتى لو عندهم طريق او نص طريق يضيعوا منه.
انا ما عمري شفت او ما عمري دخلت غرفة ابو زيد، هذا محمود ولا محمد ابو زيد، ما عمري دخلت غرفته. بس امبارح لما سمعت كذا حدا بيحكي عنه وحضرتك منهم، دخلت اسمع شوي الغرفة. المسا كان عندهم غرفة. الحكي اللي بحكيه حكي عن جد تافه، وكيف بدي احكي يعني ساذج. اي طفل باي ولد بمدرسه بصف ثاني ثالث، بصف ثاني والله وثالث، بيعرفوا انه درجة الحرارة في ارتفاع، وإنه المحيطات عم تذوب الجليد فيها، وإنه في معرض بعض المدن إنها تغرق. ومن المدن اللي ذكرها مثلا فينيس او البندقيه في ايطاليا. طب ما هي اوريدي يعني غرقان، يعني جزء من ربعها، وكل سنه بتغرق 1 سنتي. فهي المعلومه مش جديده، هي والله الاطفال المدارس اول وثاني بيعرفوها. ومعلومات من هذا القبيل، معلومات يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت هلا، يعني كم معلومه صح وبتحج جواهم وبدخل جواهم معلومات غلط عشان يضيع الناس. فالواحد لما بسمع الصح بقول معناته المعلومة اللي بتلحقه كمان صح. بس لا، اللي كان بيحكي كله تشوهات للحقائق امبارح. وأنا سمعت الأستاذ اللي دخلت وحاورته، كانت يعني قمة في الحوار وأبدعت. بس هم طلعوا قروشوا عليها وسكتوها، ما خلوها تكمل لأنه يعني غلبتهم بالحوار. فأنا تأكيدا على كلامك حبيت أعمل هاي المداخلة. شكرا. شكرا لحضرتك يا استاذتنا. وطبعا انا اكد برضك على الموضوع دوت. الغرفه يا جماعه مش شرط ان انت تقعد تسمع يقول لك تغيرات مناخ وفي مش عارف مشروع حرب يا جماعه انتوا مش شايفين المصانع اللي في الدنيا؟ انتوا مش شايفين التصنيع ده تطور ازاي؟ كل ده هو ده اللي مسبب حاجات مشكله في المناخ وكده. وفي اللي هو الجلوبال وارمنج اللي بيتكلموا عليه وبيعملوا عليه مؤتمرات ومش عارف ومين بيعملها؟ ما هم الغرب دول. يعني برضك ايه، الناس دي اصلا بتيجي تشيطن لك كل حاجه. يعني كل الغرب ده ماسوني، كلهم في المحفل الماسوني، وكلهم مش عارف ايه، مش عارف مثلا في كندا ده كل ما اصل كندا كلها مجرمه. يا سيدي ماشي، ما هو الكنديين هم اصلا اللي فضحوا الموضوع ده، وفيهم مجني عليهم وفيهم جناه، والجناه بيتهزقوا، واللي بيكشف ده مين؟ ما هم كنديين برضو. تمام. اللي بيحارب علشان موضوع جلوبال وارمنج، جيب لي واحد عربي، جيب لي واحد عربي. انا اسف يعني والله ان انا بقول كده للاسف، لان احنا سلبيين، واحنا كمسلمين كمان ما بنلعبش دورنا اللي ربنا خلقنا عليه. ربنا استخلفنا في الارض، احنا ما بننفذش ده. جيب لي واحد عربي او واحد مسلم واقف في قضايا المناخ دي اللي بتاعت الجلوبال وارمنج. انا بشوف المظاهرات بتاعتها وبطلع وعارف الاكتيفيتيز بتاعتها وعارف مين المتصدرين في المشهد ده ومن انه دول. ما فهمش حد عربي ولا حد عربي حتى او مسلم مثلا من الدوله دي ذات نفسها. يعني مثلا انت لما تيجي تجيب مثلا دوله زي السويد، هتلاقي البت اللي هي الصغيره دي ومش عارف ايه والناس كذا فلان وعلان ومش عارف. ما فهمش حد من العرب. وعلى فكره السويد دي فيها جيل تاني وثالث من العرب. انجلترا نفس القصه، ان احنا قضايانا مختلفه. يعني بصراحه احنا ما بنهتمش بالحاجات دي جلوبال وارمنج ايه والكلام ده. وبعدين بقى الراجل ده ياخدك في سكه تانية بقى، يقول لك هو في مشروع حرب وفي مش عارف ايه والمناخ والحكايه والروايه. وبعدين يفضل يروح جاي رايح جايب لك حديث مثلا ما يعرفش بقى هل هو حديث صحيح ولا موضوع ولا باطل ولا مش عارف اسرائيليات، ما تفهمش يجيب ايه على ايه، يخلبط لك كل الزبادي مع بعض وانت بتشرب الكوكتيل وبتقول حلو. تمام. وبعدين القضيه ذات نفسها احنا ما بنكونش عارفين عنها. يعني انا بقول لكم اهو، صفر اشعياء ادينا احنا سمعناه اهو من الراجل اللي قاري الكتاب المقدس وقريته الاحداث وانا جبتها لكم، وانا بقول لكم ادخلوا اكتبوا سفر اشعياء واكتب النبي اشعياء واقرا حتى على الاقل في الويكيبيديا يا سيدي. وعلى فكره الويكيبيديا مش وحشه، يعني انا بس ما بقولش هي تعتبر حاجه، ما بقولش عليها مصدر، لان ممكن اي حد يخش يكتب عليها. بس ساعات المعلومه بتوثق فيها. يعني ايه بتوثق؟ هتلاقي المعلومه مكتوبه وهتلاقي فيه تنصيص كده، فيه رقم صغير، دوس على الرقم ده. يعني مثلا تلاقي رقم 4، فانت تدوس على الرقم 4 هيظهر لك تحت المصدر بتاع المعلومه دي ايه. فهتلاقي المصدر كتاب مثلا محترم كاتبه استاذ في جامعه، كتاب مش عارف كاتبه واحد عالم مش عارف ايه. تمام. انما احنا نقعد نسمع لناس قاعدين على الكلاب هاوس بيحطوا كل الكلام ده مع بعضه. ده اي جمله بيقولها الجمله الواحده دي تعتبر محاضره لوحدها. يعني لما يجي يقول لك مثلا ايه والله تغيرات المناخ مش عارف ايه وكده، ماشي تمام، وبعدين يروح جاي داخل ثاني يقول لك اصلا في مش عارف ايه علوم الطاقه ومش عارف ايه، والارض عشان هي مسطحه بس في ناس مش عارف كرويين، وقسموا الناس كرويين ومسطحين على فكره. ها فايه فالجمله الواحده اللي بيقولها دي محاضره. بس هو بقى بيقول لك ايه بقى، لو انت تقول له الكلمه دي يقول لك ما انا راجل عالم بقول كلام. طب يا سيدي عالم، قول لنا انت خلفيتك ايه، خلفيته ايه ده. واحده امبارح بتتكلم قال لها الثانيه، قال لها انا بدرس، انا ده تخصصي علم المصريات، ولا حاجه بيقولها في علم المصريات صح. انت بتدرس ايه يا حبيبي؟ بتدرس فين؟ عند ام حسن؟
ما اروح بقى يعني هو ده مستواك، فاهمني؟ انت قريت ايه في علم المصريات؟ وبعدين ما تقعدش بقى تقول لي قريت مش عارف مين عناني ده والحاجات الهبله اللي عندنا برضو، ولا انيس منصور الذين ذهبوا الى السماء والذين عادوا من السماء والكلام الفارغ ده. لا، عرفني، يقول لي انا قريت لجاك جاردنر وقريت لفلان وعلان ورحت جامعه كذا ومش عارف ايه، مش كلام بقى في الهجايس. ف فده دي حاجه يعني احنا لازم ناخد بالنا منها، ان اللخبطه ديت ما بتثبتلكش ان اللي قدامك ده مثقف ولا حاجه، وكل حاجه دليل بيجي يجيبوه. ده في فيلم الماعز ده قرفوني بيه يعني كل الناس تلاقي الاف الفيديوهات شرح فيلم الماعز الاليف، وبصوا هنا مش عارف ايه، وده جورج بوش، وده مش ايوه يا سيدي ماشي ماشي. اللي عمله بقى روح اتفرج على الفيديو بتاع الشركه الكنديه اللي عملته، وهو هيشرح لك هو كان بيتكلم على ايه والكلام عادي يعني، فن تعبيري ماشي ما فيهوش حاجه. بس انت بقى لاحظ ان هو جايب لك ايه، مسيح وقاعد يعني هل انت بتؤمن بالكلام ده يعني انت بتؤمن طب اللي عمله ده واحد مهووس. ما خلي بالكم الغرب ده برضو فيه بقر زي ما احنا عندنا بقر برضو، في عندهم أليك جونز ده. في يوم كده ان شاء الله هنعمل غرفه هفند لكم بقى البقر الغربي ده، أليك جونز والناس دي كلها وبتعمل ايه والبيزنس وكل الجو ده، تمام؟ او نعمل فيديو بقى على اليوتيوب كده اجيب لكم كل القصص بتاعتهم من بره، من تعليقات عليهم هم بره، الناس ديت بيشتغلوا ازاي. نظريه المؤامره في ناس ما بتحبش الكلمه وعندها حساسيه منها، انا واحد منهم على فكره، انا ما بحبش حكايه ان انت تتهم اي حد بنظريه المؤامره، لكن في المؤامره اصلا اي حد لازم يتامر. انا لو زي ما قلت مثلا قبل كده، لو الدنيا بتشتي بره، انا بصيت كده من الشباك لقيت الدنيا بتشتي، فهلبس بالطو وهاخد معايا شمسيه ومش، او لو الدنيا مغيمه يعني شايف فيها سحابه سوداء كده، فبقول دي شكلها هتشتي، فهلبس بالطو وهاخد معايا شمسيه وهخرج. انا كده عملت ايه؟ تآمرت على الجو اللي ناوي يشتي ده، تمام ماشي مفيش مشكله. فالتآمر ده موجود من بدايه الخليقه، من ايام اول ما جه ربنا قال انا هخلق في الارض خليفه فتآمر عليه ابليس، تمام ده جميل، ده فعلا ده انا بؤمن بيه. واي جمعيه او اي ناس عايزه تعمل حاجه انت لازم تتآمر وانت وبتوصل، تمام؟ انما لما بتيجي تقول المعتقدين او معتنقي نظريه المؤامره، دي ناس بقى مش بيبصوا للمؤامره بالشكل اللي احنا بنتكلم بيه ده، لا ده هم اللي عاملين الخلطه اللي هي بتاعت الماسونيه والصهيونيه واليهود والفضائيين والكرويين وكل الناس دي كلهم مع بعض متآمرين. ومتآمرين على ايه؟ على شعوب يا عيني قاعده بتعاني من الجهل والقمع اللي في بلادها، تمام؟ يا جماعه ده احنا ضايعين، ده احنا امين شرطه بيسيطر علينا انتوا متخيلين ان في ماسونيه تقعد تفكر لنا ولا تفكر انها تتامر علينا؟ ده احنا امين شرطه بيقعدنا في البيت ما بنفتحش بقنا، تمام؟ فاحنا لازم تعيش الواقع و... و... وزي ما القرآن بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم تغير من نفسك، لازم تعود تعرف تتعلم بطريقة جادة، ما تاخدش العلم الزائف، الكلام الزائف اللي بيتقال ده والهبل ده ما تاخدوش ولا تسمعه. خلي بالك بيخرب لك مخك. انت ممكن تقول ليه لا ده انا بخش بس اسمع بشوف هو بيقول ايه، بس هو كلامه كله غلط، بس انت هتقعد تسمع وبعد شويه هتبتدي تقتنع. ما هو كتير على فكره مقتنعين، في كتير منهم مش وحشين ولا انا بتهمهم حرام يعني ان انا اقول عليهم هم امنجيه ولا لا مش كلهم، لا في ناس مستوى تفكيرها كده. وعلى فكره وممكن يكون دكتور ويكون مهندس ويكون استاذ جامعه عادي يعني عادي. والله العظيم صلاح شعيشع اللي قلت لكم عليه ده، اللي قال للناس انا نبي ومش عارف ايه، او انا مش عارف ايه، احياء لروح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام او امتداد ليه، استغفر الله يا رب يعني. والله العظيم كل اللي كانوا بيتبعوه كانوا دكاتره ووزراء وكانت ناس كلها معاها شهادات، ما كانش في واحد غلبان يعني. ده لو جه مثلا لواحده ست غلبانه تمام يمكن تقول له يلا يا ابن الكلب من هنا نبي ايه يا عم انت عبيط ولا ايه؟ في امريكا اثبتت ان يعني النوعيه دي في الشعب الامريكي كتير جدا. ترامب يعني بصراحه الترامبويه يعني وبوش مش ممكن، وفعلا زي ما بتقول دكاتره وظباط ومش عارفه ايه ما فيش يقول بيقول حاجات متخلفه عقليا وزي البغبغانات وراه تشوف مركزه وبتاع وما فيش. فالجهل يا جماعه هو مش ان انت ما بتعرف، ده جهل بسيط. ان انت مثلا حتى لو عندك مثلا اميه ابجديه، ده جهل بسيط، ما بتعرفش فحد بيقول لك حاجه اوكي ماشي. وعلى فكره اللي بيبقى جهله بسيط ده ويكون على الفطره، سبحان الله لو جه واحد قدام منه وهو ما ولا درس في جامعه ولا حاجه، بس جه واحد قال الكلام الفارغ ده يقول لك ايه يا عم الراجل ده، تمام؟ مش هيقتنع بيه وهيسيبه يمشي والله، لانه على فطرته. المصيبه ان انت يبقى عندك الجهل المركب. انت استاذ جامعه فانت مقتنع ان انت ذكي جدا، فجي واحد قدام منك عنده شخصيه كاريزماتيه وبيعرف يشتغل الناس زي صلاح شعيشع فيشتغلهم، تمام؟ ده صلاح شعيشع ده انتوا مش عارف انتوا دورتوا على قصته المره اللي فاتت ولا لا؟ صلاح شعيشع ده
قابل واحد كان معاه في الجامعه زمان، تمام، وبعدين الواحد ده معاه مراته، ومراته دي دكتوره، تمام، فجه قعد يكلمهم ومش عارف ايه وكده، اقتنعوا بيه طوالي، راح جاي طالع نقل عايش معاهم في الشقه، وبقى يتعامل مع مراته دي كانها مراته هو، تمام، وعادي بركه بقى. والشيخ صلاح، وبعد كده شويه بقوا بيقولوا صلاح صلى الله عليه وسلم، والله كانوا بيذكروه يقولوا صلى الله عليه وسلم، تمام، واشتغلهم اشتغلت السنين، ولدرجه ان الراجل لما اتمسك وحقته يتفضح بقوا خايفين من فضيحه لان فيها مسؤولين كتير جدا، فاتمسح كل الارشيف بتاعه. يعني زي ما قلت كده المره اللي فاتت، واحد قال لي طب معلش حط لي الصوره بتاعته عشان اعرف شكله ايه، لان الصوره بتاعته ما بقتش موجوده، فالناس ما تعرفش شكله ايه. ودي احداث يا جماعه دي كانت موجوده لغايه التسعينات يعني، تمام. والشيخه منال نفس القصه، وحواديت. وعندك اهو بقى في واحد اسمه ايه ده يا ربي، في واحد بيقول ان هو من نسل النبي، او اسمه ايه، مش الراجل بتاع النورانيات ده، واحد تاني اسمه، واحد مشعوذ كده ومسنود جامد جدا، وكان على طول يطلع يعني يقعد هو شايف نفسه ان هو امور مش عارف ازاي يعني، تمام. هجيب لكم اسمه دلوقتي انا بس عشان نسيته. هو بيقول ان هو حفيد النبي عليه الصلاه والسلام، وكان على طول يستضيفوه الجرايد، يعني الغريب ان هم يجيبوه. اسمه في كمان واحد تاني مشهور قوي عندنا كان في تكساس يا كريم، اسمه رشاد خليفه، ما اعرفش اتكلمت عليه. رشاد خليفه ده بتاع الرقم 19. ايوه جاز رقم 19. على فكره ده رشاد خليفه كان دكتور ستاتستيك اصلا، وكان يعني كان دكتور فعلا. وبعدين عمل اعجاز رقم 19، واعتقد عمل كمان اعجاز الرقم 99. عمل حوالي 3 كتب، وبعدين في الاخر عمل كالت بالنسبه له في تكساس، وبعدين اتقتل اللي هو في المطبخ لما هو، لانه هو خد كان واحد افريكان امريكان متجوز واحده بيضاء مسلم جديد، فعجبته مراته فقال له طلقها، انا نبي انا. فقال له انت نبي ازاي؟ قال له مش ربنا بيقول اني جعله في الارض خليفه؟ قال له انا رشاد خليفه. على فكره دي حقيقه حصل فعلا، وكان والله ما بهزر فعلا. وبعدين حتى يعني لم الناس حواليه، وكان عامل زي كالت زي اسمه ايه ده، ابل جيت وحاجه زي كده، وبعدين دخل عليه الراجل كان الصوت قطع يا استاذ مدحت. بعدين طلق مراته فعلا، انا اسف جالي التليفون، فطلق مراته فعلا. فالراجل الافريكان امريكان طبعا قاعد معاهم في نفس المكان، المساحه الارض الكبيره اللي عايشين فيها دي وكده. فدخل لقى هو يعني لقى بعد ما طلق مراته رشاد خليفه اتجوزها. فطبعا انت جالك تليفون تاني باين عليك. بصوا يا جماعه، الشخصيه الثانيه حاجه اسمه صالح حاجه كده، اللي يعرفه يفكرني باسمه، لان انا حتى مش عارف اجيب اسمه. اسمه صالح ايه. هو دايما يعني يطلع يقول لك والله حسني مبارك ده حفيد للنبي عليه الصلاه والسلام، يطلع يقول لك يعني مدي الناس كلها بركات ما شاء الله. انا اسف جالي تليفون. فيعني فعلا دخل عليه اللي هو الافريكان امريكان في المطبخ، لانه كان بيطبخ طبعا، بيعملوا الاكل عدد كبير من الناس موجودين في الكلب ده. فدخل عليه فلقاه يعني وضعه ما عجبوش مع مراته، راح مطلع مسدس وقتله. فسبحان الله. حتى دكتور عمر عبد الكافي كان ادى مثل بالنسبه لنا، قال لك على حسن الختام وسوء الختام، يعني فقال لك رشاد خليفه ده كان في الاول راجل متدين ودكتور في الستاتستيك وعامل كتب اسلاميه وبتاع، ونهايته كانت كده. يا عم ما هي الكتب دي كلها هجايز برضك، يعني قاعد ماسك في الرقم 19 ومش عارف ايه، وحاجات كلها بتاعت الكبالة، يعني زي اللي يقول لك دلوقتي. ايوه انا افتكرت الراجل الثاني اسمه صالح ابو خليل. اللي صالح ابو خليل. ده بقى بيعتبروه امور كده، وشه ما شاء الله، يعني يصوروه حتى في الجرايد يطلعوه بوش كبير جدا. ده موجود، ده يعني حفيد النبي عليه الصلاه والسلام، ولا مش عارف بيدعي بيقول ايه يعني. صالح ابو خليل. ثواني انا بس ايه. كل الناس دلوقتي تنسب حاجه، تنتسب للنبي دلوقتي، يقول لك انا مش عارف ايه ويجيبوا الملكه اسمها الملكه اليزابيث في ناس والله. مين اللي كانوا طلعوها دي من فتره كده؟ كان قالوا ان هي منتسبه للنبي كده يعني. لا ده كان في عندنا كمان الملكه نازلي ام الملك فاروق، اللي هي اصلا حفيده سليمان باشا الفرنساوي، يعني فرنسويه اصلا وتنصرت. كانوا بيقولوا عليها ان هي حفيده عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني. دي مدفونه هي وبنتها مدفونه، لان مدفونين في امريكا، كاليفورنيا. طلع رياض غالي كان اتجوزها. وعلى فكره هقول لك سربرايز، اللي كان اللي هو كان القنصل الامريكي هنا اللي اسمه هشام، مش فاكر اسمه ايه،
ده قريبها مش عارف ابن اختها ولا ابن اخوها حاجه زي كده. بس ده ما حدش يعرف الموضوع ده. صالح ابو خليل ده بقى يا جماعه لو دورتوا عليه كده هتلاقوه بقى اللي هو ايه يعني بيسموه سلطان الصوفيه ومعشوق الفنانين. كل الفنانين عندنا بيتبركوا بصالح ابو خليل ده بيفتلهم بقى في حاجات في الدين. تمام، اهو ده امتداد صالح ابو خليل، ده امتداد لصلاح شعيشه. يعني فكره صلاح شعيشه دي لا تموت، مستمره في مصر معانا. هو كريم بس كنت عاوز اسالك عليه الله يخليك، ان انت تعمل برنامج عن العلاقات الناس جوه الدوله العميقه في مصر. ده متجوز يعني، كان في واحد عمل ريبورت ده من حوالي 5 سنين تقريبا بعد الثوره غالبا، وربط بقى ده قريب مين ودي متجوزه بنت خاله مين وده ده كان بيتكلم على الناس اللي هم كانوا في وزراء، ويعني مثلا فلان ايوه كل علاقاتهم الشخصيه وكلهم متجوزين. لا بس انا هعمل لك حاجه اعمق من كده، ان انا هجيب لك اصل كل اسره اصلا اصلها ايه وجات منين بالظبط، لان كتير منهم مش مصريين وهم عشان كده بيحتكروا الشعب المصري يعني. فكتير منهم اصلا عندهم جنسيات تانية، مش بس يعني حكايه ان هم اخذوا جنسيه امريكيه او فرنسيه او كنديه او كده، لا ده هم اساسهم من اللي هم المماليك اللي كانوا، معلش ناس الصوت فتح مره واحده، المماليك اللي هم جم بقى من دول زي جورجيا والاماكن دي. السلام عليكم يا جماعه، الدكتور ممدوح وصل، هل ممكن يطلع المنصه؟ ماشي، هو فين طيب عشان انا مش شايفه. طيب انا اخلي حضرتك مودريتور عشان ايه تطلعه حضرتك. انا شفته وعملت له انفيتيشن يا كريم. تمام ماشي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.